حديث اليوم يناقش قضية الإنفاق، يناقش من هو الذي يجب عليه الإنفاق وماذا ينفق وعلى من ينفق وطريقة الإنفاق. 4 قضايا أساسية في الحديث. والسؤال: هل هناك مكلف ليس عليه الإنفاق؟ يعني حد يبقى عليه الإنفاق وحد ما عليهوش؟ أنا بسأل السؤال. أيوة طبعا، وبتأكد قوي. ها شفت؟ بص، مجرد ان انا قلت لك ايوه ايه، عشان انت حصرت الانفاق في حاجه واحده فرحت على طول متاكد وقلت الاجابه. وانا قلت انفاق مال؟ احنا اتكلمنا على انفاق المال ولا الانفاق بمطلقه؟ طب مش احنا فاكرين؟ ما احنا برضه بنراجع مع بعض. فاكرين الحديث لما قلنا الحديث اللي بيقول من اصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها أو ملك الدنيا بحذافيرها. وقلنا الحديث ده الفقهاء قالوا عنه إيه؟ حد الغنى. يعني اللي يصحى الصبح يلاقي نفسه سليم وعنده أكل يومه وآمن على طريقه وعيشته، ده غني. مش بكرة، مش بكرة، ده النهارده. فما بالك باللي عنده بكره وبعده والسنه والسنتين وثلاثه. ولذلك نقول بقى، طب الحديث بيقول ايه بقى؟ طالما عملنا ودخلنا المدخل ده، الحديث بيقول ايه؟ يا ابن ادم ان تبذل الفضل فهو خير لك، وان تمسكه فهو شر لك، ولا تلام على الكفاف، ولا تلام على الكفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. شفت الحديث بقى؟ الحديث لما نيجي نقسمه كده نلاقي ايه؟ بيناقش ايه؟ الأول، من الذي يجب عليه الإنفاق؟ اللي ربنا مصحح له بدنه وصحته، عليه إنفاق؟ هنا كده المفهوم اختلف. خلاص كده يبقى مش على طول بقى ايه؟ لا طبعا، لا، ما هو مش طبعا. ده ما فيش بني ادم مكلف ربنا خلقه الا وعليه انفاق، الا وعليه انفاق. ليه؟ اصل الانفاق من نوع النعمه اللي ربنا اداها لك. تعالى بقى عد لي يا حبيبي النعم اللي ربنا مداها لك، تقدر تعدها؟ وبالتالي الصحه عليها ايه؟ انفاق. النظر عليه انفاق، السمع عليه انفاق، المشي الرجلين ديت والمشي عليه انفاق، حركه الصوابع. الله، سيدنا النبي علمنا ان هو اذا اصبح احدكم لا يصبح احدكم الا وعليه كم صدقه. الله يفتح عليك. الصحابه استغربوا، ومين ده اللي يجيبهم منين؟ نجيب منين عشان ندفع 365 وفي روايه 265 صدقه؟ لما جم يتكلموا العلماء اكتشفوا انه لما سيدنا النبي قال على كل مفصل صدقه، لما جم العلماء يشرحوا العمود الفقري والهيكل العظمي بتاع البني ادم لقوا المفاصل في عدد الجسم كام؟ 365 مفصل. سيدنا النبي لا ينطق عن الهوى. طيب ازاي بقى؟ يبقى تبسمك في وجه اخيك صدقه، وسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. ولما يجي حد يقول لك ايه؟ والكلمه الطيبه صدقه، واليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح صدقه، سبحان الله والحمد لله صدقه. تقعد بقى عشان تلم. والضحى وصلاه الضحى، يعني تقدر تلم الصدقات دي؟ تقدر تلمها. وبالتالي عليك انفاق وعليك صدقه، ولا ما عليكش صدقه؟ عليك انفاق. ما فيش بني ادم ما عليهوش انفاق. ادي اول مشكله حليناها. طالما عليك انفاق ودخلت في دايره الانفاق، يبقى احنا السؤال الثاني لما قلنا ايه؟ يبقى اذا انفق ايه؟ طالما علي انفاق انفق ايه؟ الحديث بيقول ايه؟ يا ابن ادم ان تبذل الفضل
ايه الفضل؟ مش بقول لك ده فضل خيرك، فضل خيرك يعني اللي باقي منك، ده انت اكلت الاكل بتاعك كله، لا والله ده فضل. الفضل اللي هو ايه؟ الزياده. بس ما تقولش زياده وتسكت عن مدحت، لا، زياده عن حاجتك، لانه هيجي يقول لك ولا تلام على الكفاف. هنا الفضل هنا ايه؟ من كان عنده، لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا فضل له، على من لا زاد له. يعني معناها ايه؟ انت عندك، طبعا لما قلنا الكلام ده الاول، انا بنقل عن المشايخ بس، لما قال لك يا واد لو انت عندك عربيتين طلع منهم عربيه، تقول انت قابلت عم الشيخ؟ انت هتروح تتصدق بعربيه؟ يعني انت عندك عربيتين، البيت فيه عربيتين، واحده ليك واحده لعيالك، والبيت هتتصدق بعربيه؟ اقول لك لا، هو مش ده المقصود. المقصود ان ايه؟ ان لو انت ماشي وراكب عربيتك ولقيت حد تقدر توصله في سكتك، وصله، خده في سكتك وصله. يبقى هنا انت بتعمل ايه؟ بتطبق الحديث ولا لا؟ طب ده انفاق؟ انفاق. وقيس بقى على حياتك كلها المدخل ده. يبقى الاول مين اللي عليه انفاق؟ عرفنا. وانفق ايه؟ تنفق الفضل. الفضل اللي هو الزائد عن حاجتك، الزائد عن حاجتك تنفقه. يعني عندك كم قميص في البيت؟ طبعا هو سؤال، معلش انا ساعات حاجات كده بتخطفني لا مش عارف، ربنا يزيدك ويبارك طالما انا مش عارف. انا اقصد يعني طب بتلبسهم كلهم؟ طب ما تعمل فرز للهدوم وشوف اللي ده تطلعه. معلش انا جت في دماغي، لا من عجبني القميص المقلم ده، فقلت طب ما اخبط القميص، وجت في القميص. وهكذا انت دور على الزياده عندك ايه؟ الفضل عندك ايا كان. يعني لو انت عندك سحور زايد مقضي، طب ما انا هخليه لبكره للثلاجه، طب ما هو ده بقى زياده. طب لو تعرف جارك عنده سحور ولا لا، هتبتدي تسال، تبتدي تدور، ولذلك هتخرج بقى، يبقى تتفضل بالزياده اللي عندك. وان تمسكه فهو شر لك. شوف بص، يعني ان تبذل الفضل فهو خير لك، وان تمسكه، هنا دخلت في الشح، في البخل وحب النفس. لا انا مش ضامن بكره في ايه، لا خليهم تحت السرير، لا خبيهم ما حدش يعرف عنك، لا ما المطلع مطلع سبحانه وتعالى. وان تمسكه فهو شر لك. شوف بقى، ولا تلام على الكفاف. الكفاف اللي هو ايه؟ ما يكفيك، حد الكفايه. ها؟ طب حد الكفايه ده هتقول لي ما نحدده ازاي يا ابو طارق؟ حد الكفايه ده هيختلف من واحد لواحد، هيختلف صح؟ العلماء قال لك لا مش ده المقصود، لانه يبقى كده مش هنخلص، لانه الطماع ولا يملا جوف ابن ادم الا الايه؟ لا ده ما يقضنيش، لا انا عاوز، هل من مزيد؟ دايما ايه؟ دايما عاوز صح؟ فهتحسبها ازاي دي؟ قال لك لا هو مش ده المقصود، قال لك حد الكفايه اللي هو ايه؟ ما يكفيك في ليله، في يوم وليله، في يوم وليله. قيس بقى، عندك زياده قد ايه؟ عندك مال قد ايه؟ ولذلك اقل حد للانفاق، اللي هو ايه؟ الصدقه. لانه في ناس بتخرج بره فرض الزكاه صح؟ معهوش ما يوجب الزكاه، فما يخرج بره الايه؟ الزكاه، ولكن لا يخرج بره الايه؟ ابدا. شوف بقى هنا ربنا لما شرع الصدقه، مش تشريع جاي كده، مش جاي فضل يعني ولا زياده، لو ما عملتش دي هتعمل دي، لا، علشان ولا تنسوا الفضل بينكم، عشان تعرف ان ربنا بيحبك وعايزك تدخل في دايره الانفاق، ما تبقاش في الذين يكنزون الذهب والفضه، تخرج بره الموضوع ده خالص. ولا تلام على الكفاف. فالكفاف حد الكفايه اللي هو يقضيك في اليوم والليله، مع بعد ذلك فهو زياده، وجب فيه الايه؟ الانفاق، وانك تخرج. شوف بقى، وابدا بمن تعول. انفق على مين؟ فاكرين لما قلنا الزكاه الاصل فيها تطبق المثل بتاع الخناقه، انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. وقلنا لو اخوك محتاج وابن عمك او ابن خالك محتاج، تدي لمين؟ طلع لي واحد قال لي لا الاثنين يا عم الشيخ. لا مش الاثنين يا عم الشيخ، لا صله الرحم. هتقول لي الله، طب ما ابن عمك صله الرحم. بلاش السؤال ده. لو ابن عمك محتاج وابن خالك محتاج، تدي لمين فيهم؟ ابن خالك.
ابن خالك اقرب للرحم. برضه من دي تعليم المشايخ بقى، الحاجات دي تعليم المشايخ، الفقه بقى ده تعليم المشايخ. تدي لابن خالك الاول وبعدين تدي لابن عمك، ولذلك من اضيق نقطه وابدا بمن تعول. ولذلك سيدنا النبي قال لك ان افضل دينار تنفقه على مين؟ على اهل بيتك. افضل دينار، بس افضل دينار تنفقه على اهل بيتك في الايه؟ في ال ها في اقول ولا بلاش، ولا في الاحتياج؟ مش في من الرفاهيات والكماليات ولا البوتاجاز ده مش عاجبنا، لا التكييف ده وحش، لا هات لنا مش عارف ايه، ده شيل لنا المرتبه وحشه، ده السرير وحش، ده اللي غير الناس كلها بتغير. لا لا لا، كده دخلت في موضوع تاني من سكتنا خالص ومن سكه المسلم خالص في فهم الفقه. خلاص، وابدا بمن تعول. بص بقى، اختم في حاجه بقى، اليد العليا خير من اليد السفلى. كيف ننفق كيف نفهم معنى اليد العليا؟ السؤال مطروح للاجابه. الله ماشي، ده معنى صح، اللي بيعطي ده اليد العليا والسفلى اللي بياخد، صح؟ طب واليد العليا، اليد العليا عكسها الايه؟ السفلى بتعمل ايه؟ طب خد العكس بقى، اليد العليا ما بتاخدش، الذي يمسك عن سؤال الناس. ده معنى غير ناس كتير ما تعرفوهوش. دايما يقول لك اليد العليا خير من اليد السفلى. عم الشيخ ايوه، يعني اللي بيدي احسن من اللي ما بيديش، انا موافقك والله، انا مش معترض، ولكن اليد السفلى معناها ايه؟ بيسأل وبياخد، صح؟ عكسها اليد العليا اللي هو الذي لا يسأل، لا يسألون الناس الحافا. واليد العليا دي مش كده، عكس اللي بتاخد. فدايما ايديه عاليه ونفسه عاليه وعزيزه، صح؟ ادي معنى تاني، خير من اليد السفلى. اليد السفلى عامله ايه؟ بتعمل ايه؟ بتاخد. عكسها ايه؟ عكسها اللي بيعطي. طب اليد السفلى تعطي ولا بتاخد بس؟ لا مش ممكن. اليد السفلى معناها انها بتاخد، صح؟ صح؟ واللي بياخد ده يدي؟ لا ماليش دعوه بيها كده. خلينا نقول زي ما احنا، ما انا شرحت الاولانيه، عشان اليد العليا اللي هم قلنا المعنى الثاني بتاعها اللي هو انه بيدي، والمعنى الثاني بتاعها انه ايه؟ انه لا يسأل، صح؟ عشان كده ايديه عاليه ما بيطلبش، عكس اللي كده. طب واللي ايديه كده بياخد، معناها انه لا ينفق، يعني معناها انه ايه؟ انه بخيل. ده معنى تاني برضو علشان نفهمه في اليد السفلى. مش معناها اليد السفلى اللي هو بيسأل الناس او بياخد، لا، ده اليد اللي بيسأل ده. ولذلك سيدنا النبي حذر انه اللي يحترف مهنة التسول وسؤال الناس يؤتى به يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ليه يا رب؟ ليه الإهانة دي؟ لأنه إيه؟ ذل وجهه، أكرم ما في الإنسان الوجه، ذل وجهه للناس، لمن يعطيه ومن يمنعه، لله هو مش محتاج. أنت لو دورت على أي حد من اللي بيقعدوا قدام الجوامع واللي بيسألك في الشارع إلا من رحم الله، ولذلك ده مش عزيز نفس. ليه؟ هو بدأ الأول كان محتاج، وبعدين لقاها جايه بالسهل وما شاء الله، والدنيا شبرقت معاه والدنيا لعبت، وبقى عنده املاك وعنده. طب انا اشتغل ليه؟ طب انا اوجع ليه؟ بقى احتراف. ونلاقي 3/4، انا مش عايز اقول كلهم، 3/4 ضربوا النقاب. ليه؟ عشان ما حدش يشوفها، علشان عارفه ان ممكن تقابل حد من جيرانها ويعرفوا انها كانت بتشحت وراحت وتروح تتمنظر على اللي جنبها، بقى ضربت النقاب. انت واللي شايله عيل لسه مولود على ايدك وسابحه بيه في الشوارع في عز البرد. ده ربنا قال لك كده؟ والراجل الكبير اللي لابس جلابيه وضوضه وعنده 60 سنه ولا 70 سنه وعمال واخد شارع محب رايح جاي، وتلاقيه عمال يلف في والتاني اللي باع الحمار وباع الفاس، كان الاول راكب الحمار وحاطط الفاس علشان قال يعني دليل على انه بيشتغل وعايز حد يشغله ومش لاقي فتديله يصعب عليه. باع الحمار. ولذلك كل ما اقابله اقول له ايه؟ انت بعت الحمار؟ والله العظيم يمسك الكلام وياخد بعضه ويجري. احنا نضحك على بعض. ما انا قلت لكم انا مش شيخ. المصيبه ان انا من الشيخ، انا قاعد وحاطط وبتعلم عشان اعلم نفسي واعرف اعالج نفسي قبل ما اتكلم على اي حد او مع اي حد. فالحديث هنا يعالج قضيه في منتهى الخطوره. من يجب عليه الانفاق
من يجب عليه الإنفاق، وينفق إيه، ينفق إيه، وينفق على مين، وكيف ينفق. ولا تجعل يدك يا حاج محمد، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وتبسطها كل البسط فتقعد ملوما إيه. بس خير الأمور الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا.